سفينة نوح، بس المرة دي مش للمؤمنين. كان في قرية ربنا ابتلاها كل شوية بفيضانات وسيول. كل كام سنة يجي طوفان يجرف الزرع ويهدم البيوت، ومئات الضحايا وساعات ألوف. الناس تعبت وزهقت ومبقتش لاقية حل. مفيش استقرار ولا أمان، لحد ما مزارع بسيط اسمه نوح جات على باله فكرة وقال لهم: احنا كل مرة بنهرب من الطوفان، ليه المرة دي ما نستنهوش؟ بصوا له باستغراب كده: ايه يا نوح؟ قال لهم: فاكرين سفينة سيدنا نوح؟ ليه ما نعملش واحدة زيها نركبها ساعة الطوفان، وأول ما العاصفة تهدى ننزل ونستقر في المكان اللي هترسى فيه السفينة. الكل عجبته الفكرة جدا، ومش بس إعجاب، الكل ساهم وشارك كمان. الغني ساهم بفلوسه، والفلاح شارك بمحصوله، وفي اللي ساهم بشجره، وفي اللي ساهم بمجهوده. حتى الأطفال كانوا بينقلوا المسامير، وبعد شهور طلعوا بأكبر وأحلى سفينة. وفعلا أول ما الطوفان ابتدى الكل ركب السفينة، وأول ما العاصفة هديت نزلوا واستقروا وكملوا حياتهم في المكان اللي رست فيه السفينة. وأول ما نزلوا كبروا وهللوا على نجاح خطتهم. وبعد شهور اتحولت السفينة لمزار يشهد على اتحادهم وقت الأزمات. بس بعد كام سنة كده رجعت زارتهم الفيضانات. الناس هنا اتخضت تاني، وبصوا على السفينة لقوها بقت قديمة مش هتنفع. قامت ظهرت مجموعة من الناس وقالت لهم: ما تقلقوش، سيبوها علينا، احنا هنطورها ونجددها ونعملها أكبر تسعنا كلنا. سيبوها علينا. وفعلا جمعوا أغنياء القرية وجابوا أمهر المهندسين وأفضل البنائين وصرفوا عليها ثروة، وجددوا السفينة باحترافية شديدة جدا لدرجة إنها بقت أشبه بسفينة جديدة. بس جم اللي جددوا السفينة وكان ليهم كلمة مع نوح صاحب الفكرة. قالوا له المرة دي: إحنا عملنا السفينة على أحدث طراز بتقنية مختلفة، فللأسف مش هينفع الكل يركب فيها. قال لهم: إزاي يعني؟ مش فاهم. قالوا له: أصل النظام اللي معمولة بيه أي غلطة فيه ممكن تغرق السفينة. قال لهم: يعني إيه؟ هنسيب ناس تركب وناس تموت؟ قالوا له: لا، مش القصد، إحنا كده كده هنعمل سفينة تانية للناس اللي مش هتركب معانا، بس الأول خلينا نكتب قائمة بالناس اللي هتركب معانا عشان نعرف العدد الباقي ونعمل سفينة على قده. قال لهم: طيب، طبعا أول ناس هتركب الشيوخ والمرضى والأطفال. قالوا له: لا، اهدى واستنى كده، إذا كنت أنت صاحب الفكرة فإحنا أصحاب التنفيذ. أول ناس هتركب هي أهالينا وأسرنا وأولادنا وأهل العلم اللي طوروا السفينة وأصحاب المكانة والنفوذ. قال لهم: ماشي. بعد كده الستات والرضع دول مش هيستحملوا. قالوا له: زي ما قلنا لك، السفينة المرة دي ليها نظام مختلف، وأي حد ممكن يتعامل بغلطة بسيطة ممكن تغرقها. عشان كده السفينة مش هيبقى فيها مكان لا الضعيف ولا الفقير ولا الجاهل. هنا نوح ما بقاش عارف يعمل ايه، ما باليد حيلة. إذا كنت أنت صاحب الفكرة فإحنا أصحاب التنفيذ. وبدأت الشروط، وكل يوم الشروط تكتر وأسامي تتحط وأسامي تتشال. وجاي نوح يكتب دعوة لتاجر غني، قالوا له: لا، مرفوض. قال لهم: ليه؟ ما هو ده غني زيكم. قالوا له: غني زينا، بس ما عندوش نسب ولا أصل، مش هينفع يبقى وسطنا. وجاي نوح يكتب دعوات لأهل الدين والصلاح، برضو أصحاب التنفيذ قالوا له: مرفوض. ليه يا جدعان؟ دول اللي السفينة هتمشي ببركتهم. قالوا له: فعلا، بس احنا مش محتاجينهم. أولا مش شبهنا، وكل مكان وله ناسه، واللي هينفعهم أكتر مننا أصحاب القرية، هم اللي محتاجينهم يصبروهم ويدعوا لهم. أما احنا فالسفينة خلاص اتعملت. هنا نوح كان بيتصدم يوم ورا التاني، بس مبقاش عارف يتصرف ازاي. وجاي بقى يستبعد عيلة من العائلات عليها مليون شبهة وبتضايق الناس. قالوا له: لا، استنى، ده دول اللي ساهموا معانا في السفينة، مش هينفع ما يركبوش معانا. عرفت بقى احنا ليه ما كناش عايزين أهل الدين يركبوا معانا؟ عشان دول مش هينفعوا يركبوا مع دول. عقل نوح اقتنع، لكن قلبه كان دايما شاكك، لحد ما مرات نوح جت وقالت له:
يا خوفي بكرة يستبعدوك انت كمان ويستبعدونا معاك. قال لها لا يا شيخ، اللي لجأولي ليه من الأول؟ وخلاص اتكتبت الدعوات واتعرف مين هيركب ومين مش هيركب، ووقف نوح صاحب الفكرة على باب السفينة في إيده قايمة يدخل اللي معاه دعوة واللي معهوش دعوة يستبعده هناك. شام. وهنا الناس اللي كان شايفة. بيستبعدها كانت بتبصله، وفي إيه يا نوح؟ الكل ركب المرة اللي فاتت. ونوح واقف في نص هدومه ومش عارف يتصرف ازاي. وبعد ما كل اللي كان معاهم دعوات ركبوا، أمر أصحاب التنفيذ إن السفينة تمشي. هنا نوح قال لهم استنوا، إحنا ما اتفقناش على كده، أنا لسه ما طلعتش، لا أنا ولا أهلي ولا مراتي. ردوا عليه وقالوا له هم هنا محتاجينك أكتر مننا، هم لسه ما عملوش السفينة التانية وإنت خلاص بقى عندك الخبرة، إحنا هنروح هناك نعمر المكان لغاية ما تعملوا السفينة التانية وتيجوا. نوح بص مصدوم، عنده مجموعة مشاعر مختلفة، وباصص على السفينة وهي بتختفي بين الأمواج والأفق. وهنا افتكر كلام مراته، وهو باصص على السفينة فجأة ظهرت حاجة شبه الحيطة السوداء، موجة كبيرة أشبه بموجة تسونامي. يا ترى الموجة دي أول حاجة هتضربها اللي ركبوا السفينة ولا اللي على البر؟ وقت سفينة سيدنا نوح كل اللي ركب السفينة نجي، السفينة كانت سبب في نجاة المؤمنين. لكن المرة دي يا ترى المفروض مين اللي يقلق، اللي على البر ولا اللي ركبوا السفينة؟